الحج رحلة حب، شعور غريب ينتابك وأنك خارج للحج أو العمرة. شعور بالحب والأمان. شعور غامض، أن تشعر أنك خرجت لأن أحدا قد دعاك وأنه ينبغي عليك أن تذهب. أنت لا ترى وجه الداعي أو تسمع صوته غير أنك واثق أنه قد دعاك وينبغي أن تلبي. هلس في نداء إبراهيم، استجابة للأمر الإلهي وأذن في الناس بالحج. الحج أم السر في دعاء إبراهيم الشفوق فاجعل افتدة من الناس تهوي. 1. إليهم إبراهيم. 37 أم هو مزيج منهما؟ إنه هو في القلب لا يعرفه إلا من ذاقه. يتحدث أهل الهوى عن الحب من أول نظرة، أما هذا فحب قبل المعاينة. ترى هذا الهوى فرحا في وجه من وفقه الله فتحرك لأداء الشعيرة، وتراه أيضا في دموع حضرت على وجنتي من حيل بينه وبينها. ترى هذا الحب في نداء العاشق لبيت الله الحرام الكعبة قائلا: سمراء يا حلم الطفولة كيف الوصول إلى حماك يا منية النفس العليلة وليس لي في الأمر حيلة. لقد استخدم إبراهيم لفظ تهوي، والهوى في اللغة انحدار لا يقاوم نحو الشيء. الحج رحلة حب الكعبة. النعمة العظمى في مركز العالم تقع، فهي له كالقلب من الجسم، فلا قيام الحياة بدونها. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. المائدة. 97 الكعبة تعني العلو والارتفاع من الكعاب وهو الارتفاع. هي بيت العائلة الإسلامية نتوجه إليه 5 مرات في اليوم والليلة ونأوي إليه كلما حزينا أمر. جعلها الله تعالى قياما للناس، وهذا تعبير قرآني له ظلال وارفة. وقياما أي منتصبة لهم قائمة، وتعني أنها ثابتة مستقرة فيقال قام الحق، أي ظهر واستقر، ويقال أقام في مكان أي استقر فيه. وتعني أنها متكفلة بهم مثال قام على أمر جماعة أي تكفل بنفقاتهم، فهي متكفلة بتوحيدهم وقوتهم، تعدل سلوكهم وحياتهم مثال قوم المعود. وتعني جامعة لهم مثل القوم الجماعة يجمعهم شيء واحد. هي قلب العالم الإسلامي 1، وهذا القلب يسحب الدم كل سنة من الشرايين المتباعدة. الممتدة. المودودي خطب الجمعة. الفصل الأول. الحج رحلة حب على وجه الأرض، ثم يقوم بضخ هذا الدم بعد ذلك في كل شريان من هذه الشرايين، وطالما ينبض هذا القلب وطالما تستمر عملية سحب وضخ الدم، فإنه يستحيل أن تنتهي حياة هذا الجسم مهما أصابه من مرض. البيت الحرام مركز الأرض للبيت الحرام 4 أركان. الركن الأسود يشير إلى الشرق تماما، والركن الشامي يشير إلى الشام تماما، والركن اليماني يشير إلى الجنوب تماما، والركن الرابع يشير إلى الغرب تماما. كما أن مكة تتوسط اليابسة، حيث إن زاوية الانحراف المغناطيسي عند مكة تساوي 0، ولذلك فإن خط الطول الأساسي المر بمكة هو خط مستقيم، في حين أن خط جرينتش مائل منحني، لكن إنجلترا فرضته بالقوة كخط الطول الأساسي. 1. هوية الأمة. هكذا ثبت أن الكعبة مركز الأرض، وإذا كنا أمة وسطا فلنكن كذلك متمركزين في الوسط المحمي من التأكل محافظين على ثوابت ديننا. لا نأخذ من الغرب السلوكيات والعادات الاجتماعية لأن ما عندنا أفضل، بل نأخذ عنهم تقدم كوسائل وليس غاية. هكذا نقوم بالشهادة وتنقل للناس السر المفقود الحلاوة الإيمان. 1. أثبت ذلك همزة دل حسين كمال الدين، أستاذ المساحة بجامعة القاهرة، ونشر الخرائط الدالة على دقة استنتاجه. الحج رحلة حب الكعبة المشرفة تقف كجزيرة هادئة في ساحة الحرم الواسعة أبسط شكل معماري في العالم، لتكون مثالا لتواضع البشر أمام الله. فلا يمكن أن يوجد جمال في الإيقاع المعماري والهندسي يتناسب مع عظمة الله. فليكن البناء إذن بسيطا، ومهما طفت بين المساجد، ورأيت روعة المعمار في مساجد اسطنبول وجمال البناء في غيرها، فإن الرهبة والجلال التي تشعر بهما أمام الكعبة شيء مختلف. ليس روعة البناء إذن هو ما يجذبك للبيت الحرام،
لكنه رب البيت سبحانه الذي مهد بأقدار الخير مجيء عائلة إبراهيم عين إلى هذا المكان. ثم هو الذي فجر سبحانه بئر زمزم، ثم هو الذي أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت، وهو الذي من قبل ألهم إبراهيم الدعاء وأمره بالنداء عندما خاض إبراهيم عين صراعا طويلا مع الوثنية في واقع الحياة. كان قد تأهل هو وإسماعيل عليهما السلام لنيل شرف رفع القواعد من البيت توكيدا للنصر ومراغمة للكفر، كما يرفع الجنود العلم على المناطق المحررة. هكذا أصبح البيت الحرام رمزا للتوحيد. إن المسجد الأول في العالم جدير بأن تشد إليه الرحال وتنطلق القوافل في البر والبحر والجو صوبه مقبلة من القارات الخمس، وفي الأفئدة أشواق وفي العيون بريء. وكل مسجد بني في المشارق والمغارب بعده مرتبط به، ولا بد أن تتجه قبلته إليه. الفصل الأول: الحج رحلة حب. ومن حيث خرجت قول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. البقرة 150. الكعبة ووحدة الأمة شيء آخر في تاريخنا يشدنا نحن المسلمين إلى هذه الكعبة المشرفة. إن أمتنا الكبيرة كانت أملا عندما بدأ بناء هذا المسجد، وإن أمتنا الخاتمة كانت دعوة حرة عندما برزت هذه القواعد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت النواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي بهم إنك أنت العزيز الحكيم. البقرة. إننا نحن الذرية المسلمة المعنية في هذا الدعاء، وإن رسولنا الخاتم محمدا هو المعني في الدعاء. ما أعظم الذكريات التي تحف بهذا البيت، وما أف الوفود التي طوت الأبعاد لرؤيته والتزود من خيره وبره. هكذا ينقل الطواف المسلم إلى العالمية، ونجح في صنع لقاء مبارك بين أقوام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم. إنه الإيمان. لقد التقى مسلم اليوم في المكان الذي أنشئت فيه خير أمة أخرجت للناس، ليعود المسلم من هذه الرحلة حاملا خصيصتها نقيا من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومع تعدد المكاسب التي ينالها المسلم من طوافه الحج رحلة حب حول البيت، إلا أن المكسب الأكبر هو نجاح الإيمان في صنع هذا اللقاء المبارك بين المسلمين الذي يزكي إحساسهم بضرورة الوحدة، بل إن النبي كان حريصا على نقل هذا الإحساس بطريقة أخرى. فلما مر النبي بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرات خطمها لي يحجون هذا البيت العتيق. أنس بن مالك: لقد مر وفي رواية أبي يعلى والطبراني من حديث هذا البيت العتيق. بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى يؤمون على أنه يشعرك أيها المسلم بعمق جذورك في التاريخ، إنك تسير خطى الأنبياء جميعا، فلترتفع بهمتك وأشواقك إلى هذه المكانة التي هي تكليف قبل أن تكون تشريفا، فهذا هو قانون الاصطفاء. بناء غير مكتمل وقفت متأملا لقصص هدم وبناء الكعبة، فقد هدمتها السيول قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقام أهل مكة بإعادة بنائها، لكنهم اشترطوا أن يكون المال المرصود لهذه الغاية من حلال، فلا يكون فيه درهم واحد من ربا أو زني أو سرقة، لكن المال الذي جمع لم يكن كافيا لإقامة البيت الحرام على قواعد إبراهيم. لقد ظل هناك جزء خارج الكعبة هو حجر إسماعيل، لهذا فلا بد أن يكون الطواف خارج الحجر، لأن هناك مسافة في الجزء الملاصق للكعبة هي من أصل الكعبة. فكر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس. الفصل الأول: الحج رحلة حب مساحة من السلام. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البقرة 125. بيت الله الحرام هو منطقة الأمن والأمان، منطقة السلام الحقيقي في العالم كله. قال تعالى: جعل له الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. المائدة 97. لقد أراد الله عز وجل أن تكون الكعبة قياما للناس، أي صلاحا ومعاشا لقيام أمر دينهم ودنياهم، لأنه لا بد من الأمن ونزع الخوف حتى يستطيع الإنسان أن يمارس حياته بلا حرج. ثم مد الله عز وجل ظلال الأمن خارج هذا المكان ليكون الأمن في منطقة من الزمان هي الأشهر الحرم 1 التي منها أشهر الحج. وقد ألقى الله عز وجل في قلوب العرب حتى في الجاهلية حرمة هذه الأشهر،
كما ألقى فيهم حرمة الكعبة في جاهليتهم أيضا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه تمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. القصص 57. هذه المساحة نعمة من الله عز وجل يقذفها للبشر في زحمة الصراع والخصومة بين المتزاحمين على التراب، المتقاتلين على التفاهات وزعامات العبيد للمطامع والشهوة. هو تدريب عملي يقدمه الحج لوفد الله، تدريب على كف الأذى عن جميع المخلوقات بما فيها الحيوان والنبات. هذا الأمر يتم في الواقع لا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. الحج رحلة حب في عالم النظرية. ينبغي لوفد الله أن يمتنعوا عن الرفث والفسوق والجدال. وهل تنشأ النزاعات إلا من هذه الثلاث؟ تراحم أم تزاحم؟ في كل مناسك الحج نتذكر قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، آل عمران. فلا يتصور أبدا أن يشعر الحج بخوف على ماله أو من أذى يتعرض له في نفسه أو في جسده. ألم يهتف بنا النبي في حجة الوداع: أيها الناس فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 1. فما لنا نرى المسلمين يتزاحمون عند المناسك كما يتزاحمون في هذه الدنيا على متاعها الزائل؟ هل ينال ما عند الله بهذا التصارع والتناحر؟ هل رحمة الله عز وجل أقرب لمن أذى من حوله ليقبل الحجر الأسود أم لهذا الذي حرص على مشاعر من حوله وأخذ من المناسك ما يجعل حجه صحيحا دون تزاحم؟ إن الأمان يقتضي التراحم والتلطف وأن يسع بعضنا بعضا وأن نتفسح كي يفسح الله لنا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستلام الحجر الأسود وتقبيله. هل صدقت أنك في رحلة حب؟ أليست القبلة تتويجا للحب؟ لا تتزاحم حول الحجر كما. البيان والتبيين للجاحظ. الفصل الأول: الحج رحلة حب يفعل الآخرون، فالحب لا ينال هكذا. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شجره ولا يختلي خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. هي منطقة سلام في الضمير البشري، في أغوار النفس وأعماقها، حتى أن المسلم يتحرج من أن يمد يده إلى الطير والحيوان أو إلى شيء ملقى على الأرض أو نسيه أخ له سبقه إلى هذا المكان. إن الإنسان الذي يتدرب على كف الأذى عن سائر المخلوقات يثمر هذا في نفسه طمأنينة وسعادة. إنه الإيمان حينما يتخلص من شوائب الشرك. في هذه اللحظة الحاسمة يمتد شعور المؤمن بالأمن ليصبح شعورا ملازما في كل زمان وفي كل مكان، في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو الذي يثبته الله عز وجل في كتابه الكريم على لسان نبيه إبراهيم: الذين آمنوا ولم يلسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأنعام: إن الذين يحققون معنى السلام في أنفسهم بتحريرها من كل سلطان غير سلطان الحق. والخير هم وحدهم الذين يستطيعون أن ينعموا بنعمة الأمن والسلام. لم يستثن مما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الفواسق الخمس التي أمر النبي بقتلها في الحل والحرم، وهي الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. في الدنيا لهم الحياة الطيبة، وعند الممات تنزل عليهم الملائكة: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فصلت: ويوم القيامة لا يحزنهم الفرع الأكبر وتتقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الأنبياء. 103. الخيم رحلة حب. كم من دعوة صالحة دعا بها أبو الأنبياء إبراهيم. 2. فكانت خيرا لهذه الأمة إلى قيام الساعة. إن دعية إبراهيم لم يسمعها أحد منا، فمن أخبرنا بها؟ إنه الله سبحانه ذكرها وخلدها في كتابه الكريم ليعلمنا كيف أنه سبحانه يحتفي بالدعاء ويستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ألا يغريك هذا بالاقتداء؟ كم من فكرة في عقولنا لم تترجمها إلى دعاء؟ أليس هذا تقصير في العبادة وتضييع الكثير من الخير على أنفسنا وعلى أمتنا؟ لقد كان للدعاء حجم كبير في مشروع إبراهيم. الصناعة الأمة تميز هذا المشروع بالتوازن بين الحركة والدعاء وارتباط الاثنين بالفهم الدقيق. 1. لهذا فإننا نبدل إبراهيم دعاء مع كل حركة.
ربنا إني أسكنت من ذريتي ذر بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم. كانت هذه الحركة وهذا الدعاء بداية لإنشاء مركز التوحيد في 1. ينبغي لمن تصد للإصلاح أن يهتم بهذه الجوانب الثلاثة ليحتفظ بحيويته: الجانب الثقافي المعرفي الفهم، والجانب الحركي، والجانب الروحي ومنه الدعاء. فإذا حدث تقصير في أي من هذه الجوانب تعرض هذا الداعية للتأكل، وتعرض مشروعه للتوقف. الفصل الأول: الحج رحلة حب الأرض في هذه الظروف القاسية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. البقرة. تحققت بعض أمنيات إبراهيم علام فورا، غير أن إرسال النبي تأخر مدة 2500 عام لنتعلم أن الدعاء مستجاب، وأن تأخر زمن الاستجابة بقدر الله وحكمته. لكن المهم أن نتعلم كيف تحولت الفكرة إلى دعاء مع الحركة، وكيف أثمرت ولو بعد حين. ملمح آخر نراه في دعاء إبراهيم علام، وهو اغتنام الأوقات والأحوال الشريفة للدعاء وتحقيق الأهداف.